في إدارة الثروات غالبا ما تنعتبروا بعض المبالغ المالية كحواجز مهمة في رحلة الإنسان نحو بناء الثروة ديالو. ومن خلال عملي مع عائلات ثرية خارج وحتى داخل المغرب لاحظت كيفاش عملية توسيع الثروات ديالهم كتكون فعالة بشكل أكبر وأحسن انطلاقا من بعض الأرقام. ولكن اللي جينا نفكروا مزيان، واش عرفتوا بلي في هذا السلم ديال المبالغ قبل ما ندويو على الملايين والملايير أول مبلغ مهم ممكن يكون عندك هو 10,000 دولار أو 100,000 درهم؟ علاش؟ 10,000 دولار أو 100,000 درهم هو أول مبلغ مالي مهم ممكن يكون عندك، لأن طريقتك في التعامل مع هذا المبلغ وفي إدارته هي اللي غادي تحدد الطريق ديالك نحو الحرية المالية ونحو بناء الثروة. علاش لا إن شاء الله. أو ممكن تخليك حتى محدود ومحبوس دائما داخل واحد النظام. وهذا الشيء علاش بغيت ندوي معكم اليوم على الطريقة الصحيحة اللي ممكن تستثمروا بها أول 10,000 دولار أو 100,000 درهم اللي ممكن توفروها. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فاينانس بالمغربي. اليوم بغيت ندوي معكم في واحد الموضوع اللي تيهم بزاف ديال الناس. شنو ممكن تعمل بأول 10,000 دولار أو 100,000 درهم من بعد ما وفرتيها؟ واش تحطها في البنكة، تستثمرها، تبدا بها شي مشروع أو تخبيها في شي سامسونيت؟ في الحلقة الثانية من البرنامج كنا ناقشنا التجربة ديال الاستثمار في الأصول المختلفة وحللنا النتيجة ديال كل واحد فيهم من بعد 5 سنين. ولكن إذا كانت هذه أول مرة غادي تستثمر فيها، من المهم بزاف أنك تتبع معايا الفيديو حتى الآخر باش تفهم مزيان مجال الاستثمار قبل ما تدخل ليه. في هذا الفيديو غادي نعطيك إن شاء الله نصائح قيمة وطريقة فعالة وواقعية وذكية باش تستثمر أول 10,000 دولار ديالك خطوة بخطوة. وغادي نشارك معك أكبر الأخطاء اللي تعملوا معظم الناس ملي تيتوفر عندهم هذا المبلغ واللي ممكن يكلفوك بزاف. وهكذا غادي نقول لك كيفاش ممكن أنك تتفادى هذه الأخطاء وتتفادى الخسارة. المرحلة الأولى، قبل ما تبدا الاستثمار خاصك تجاوب على واحد السؤال مهم بزاف. واش انت بالفعل واجد انك تستثمر؟ وشنو كنقصد بهذا السؤال؟ يعني واش عندك ديون؟ واش عندك صندوق ديال الطوارئ؟ واش متحكم في المصاريف ديالك مزيان؟ واش عندك استقرار نفسي ومالي؟ اول خطوه قبل ما تفكر في الاستثمار هي التخلص من جميع الديون اللي عندك. انتم عارفين مزيان الموقف ديالي من القروض الربويه، وكنا خصصنا حلقه كامله فقط لهذا الموضوع من غير انها محرمه، ولكن ملي تتفكر مزيان تتفهم باللي هذه القروض ما تحرماتش غير هكذا. تحرمات لان فيها مضره كبيره للناس. القروض تتكلف الناس بزاف ديال الفلوس لانها ماشي فابور وتتكون مقرونه بفوائد كبيره بزاف. فكل مبلغ تتحطوا في هذه الفوائد هو مبلغ كان ممكن انك توفره، تستغلوا وتستثمروا. ملي تنفهموا قيمه كل سنتيم في توليد سنتيمات اخرى، هنا تنبداو نفهموا عقليه الاثرياء، قيمه الفلوس الحقيقيه وقوه كره الثلج اللي تخلي فلوسك هي اللي تتخدم عليك. الفوائد الربويه بما ان فيها تكلفه كبيره، من المهم انك تتخلص منها وبالتالي تتخلص من الديون. ثانيا، كيف ما شرحت لكم بزاف ديال المرات، من المهم ان يكون عندكم صندوق ديال الطوارئ، واحد المقابل ديال 3 شهور من المصاريف ديالك او 6 حتى 9 شهور اذا كانت عندك مسؤوليه ديال العائله. هذا الصندوق تيخليك تفادى انك تمشي تاخذ ديون جديده الا احتاجيتي لواحد المبلغ مالي فجاه. فإلا عندك ديون وما عندكش صندوق ديال الطوارئ، دابا ماشي الوقت المناسب باش تستثمر. واخر حاجه في هذه المرحله هي تسول راسك واش متحكم مزيان في المصاريف ديالك، يعني واش تسجل المصاريف ديالك كلها ودارس مزيان الميزانيه ديالك والنسبه اللي تاخذ ليك كل حاجه. تذكر دائما ان الاستثمار بلا اساس وبطريقه عشوائيه هو بحال واحد البيت تتبنيه فوق الرمل، ممكن يطيح في اي وقت. الاستثمار تيخصو المعرفه وفهم المجال من عند اصحاب المجال، ماشي من عند الانفلونسرز اللي تيعرضوا لك حياه الرفاهيه وتيبيعوا لك الوهم ديال الربح السريع، وماشي حتى من عند واحد من اصدقائك اللي تستثمروا، لان حتى شخص تيستثمر منذ سنوات ما عندوش الخبره الكافيه على جميع حالات ومراحل وخبايا الاسواق. تعلم وحاول تفهم المجال من عند خبراء اللي اشتغلوا في مراكز ماليه مهمه. والاستثمار تيخصو كذلك تنظيم جيد لحياتكم الماليه. ملي تكون مرتب حياتك الماليه مزيان، فقط هنا تيمكن لك تفكر في الاستثمار. المرحله الثانيه، فرق ما بين الادخار، الاستثمار والتداول. الادخار، الاستثمار والتداول ماشي بحال. التداول ماشي مناسب لجميع الناس لان فيه مخاطر كبيره ديال الخساره، خصوصا بدون تجربه وبدون تدريب. وبالنسبه للادخار، حنا تنعيشوا للاسف في مجتمع فين تتم برمجه العقول منذ الصغر على ان الادخار هو الوسيله الوحيده باش تقدر تجمع الفلوس ودير لاباس مع الوقت. وللاسف اغلبيه الناس ما تعرفش باللي الفلوس اللي تتخبى بدون استثمار تتفقد من القيمه ديالها مع الوقت، كيف ما علمتكم في الفيديوهات اللي سبق. وللاسف
وسط المجتمع والانفلونسرز حتى شي واحد ما تيدوي لينا على أهمية الاستثمار. الاستثمار هو شي حاجة مهمة بزاف، لأنه إلا تعامل بطريقة صحيحة تيكون عنده عوائد مهمة مع الوقت. وكيف شرحت لكم جميع العائلات الثرية اللي اشتغلت معهم كلهم تيركزوا على الاستثمار بواحد الشكل كبير بزاف. هذا المخطط تيبين لنا باللي مبلغ ديال 10 مليون سنتيم إلا تستثمر في مجموعة ديال الأسهم اللي ترتفع القيمة ديالها ب 10% كل سنة، من بعد 10 سنين تعطينا مبلغ ديال 25 مليون سنتيم. وادخار ديال مبلغ ديال 10 مليون سنتيم في حساب بنكي تعطي 2% كل سنة لمدة 10 سنين، يلا تعطينا 12 مليون سنتيم. وهذا 10 مليون سنتيم إلا خبيتيها في سامسونيت أو حساب بنكي عادي غتكون القيمة ديالها من بعد 10 سنين هي 8 مليون سنتيم. هنا تيبان لنا الفرق واضح ما بين خطوط هذا المخطط، وكل ما الفترة طوالت كل ما الفرق تيكون أكبر. هادشي اللي تنسميوه بلي زانتيغي كومبوزي كومباوند انترست أو الفائدة المركبة. الفائدة المركبة هي الربح اللي تيكون على المبلغ الأصلي وعلى الأرباح المتراكمة. بمعنى آخر أن الأرباح تتعطيك أرباح جديدة، وهادشي هو اللي تيخلي فلوسك تقدر تكبر مع الوقت وتولي هي اللي خدامة عليك. وهذه الفائدة المركبة تتولي تكبر بطريقة أسرع كل ما الفترة الزمنية تتكبر. فهمتوا دابا علاش قلت لكم في بداية الحلقة أن في عالم إدارة الثروات تنبداو نشوفوا أن الثروات تتكبر بشكل كبير وفعال جدا ابتداء من بعض الأرقام. والاستثمار مقارنة بالادخار والتداول هو اللي تعطي فائدة مركبة مهمة على المدى الطويل. باش نوضح لكم أهمية الاستثمار على المدى البعيد غادي نشوفوا كيفاش الاستثمار ديال 10,000 دولار تيكبر على مدة 20 سنة. في السنوات الأولى الاستثمار تيطلع بشوية، ولكن مع الوقت نسبة الصعود ديالو تتولي أهم. المرحلة الثالثة أشنو خاصك تعمل بالضبط؟ دابا تصور معايا عندك 10,000 دولار أو 100,000 درهم من بعد ما تخلصتي من جميع الديون وكونتي واحد الصندوق ديال الطوارئ وراجعتي مزيان المصاريف والميزانية ديالك. أشنو ممكن تعمل بهم؟ أغلب الناس تيمشيو في الطريق الخطأ، مثلا تيتبعوا واحد الشخص اللي تيقول لهم باللي ممكن يربحوا 1000% في 6 شهور، أو تيشريو الكريبتو بغرض أنهم يحولوا 10,000 دولار لمليون ديال الدولار وهما أصلا ما فاهمين شنو هي الكريبتو أو ما عارفين شنو هي القوانين اللي ساري بها العمل. مثلا أن شرائها هو ممنوع حاليا في المغرب، وإلا كانوا خارج المغرب كيفاش يقدروا يشريوها ويخزنوها بالطريقة الصحيحة؟ ولا كيدخلوا للبورصة وكيقلبوا على الربح السريع، لأن واحد الشخص في دبي كاري واحد السيارة فاخرة وتيقول لهم باللي ممكن يربحوا بزاف ديال الفلوس من التداول. وهذا الشيء كله خطأ، لأن الاستثمار بصح تيكون عنده عوائد مهمة، ولكن فقط إذا دار بالطريقة الصحيحة وإلا كان على المدى البعيد. ما كاينش شي حاجة سميتها الربح السريع أو العشوائية في الاستثمار، لأن العشوائية والطمع والعواطف تعرض الناس للخسارة ماشي للربح. أول استثمار خاصك تعمل ماشي في السوق ولكن في راسك. خصص واحد المبلغ صغير باش تشري بيه كتوبة أو كورسات معتمدة مع المختصين أو حتى حصص ديال كوتشينغ مع خبراء، لأن المعرفة هي أعظم أصل استثماري ممكن تملك. وفاينانس بالمغربي عندنا سلسلة من الماستر كلاس وحتى حصص ديال كوتشينغ معايا أنا شخصيا. المرحلة الرابعة دابا نمشيو للاستثمار المالي الفعلي. أحسن طريقة ممكن تستثمر بها 10,000 دولار أو 100,000 درهم هي أنك تقسمها ما بين جوج ديال الأشياء: استثمار في أصول على المدى البعيد اللي يكون مدروس مزيان، وثاني حاجة الاستثمار في مشروع صغير أو شي حاجة اللي ممكن ترفع بها الدخل ديالك. نشوفوا عن قرب الجزء الثاني. أغلبية الناس بالموازاة مع الخدمة ديالها ممكن تلقى شي طريقة باش ترفع من الدخل ديالها أو يكون عندها شي دخل ثانوي، وهذا الدخل الزائد ممكن تعاود تستثمره. مثلا كاين ناس عندهم هواية ديال التصوير وممكن يستثمروا واحد المبلغ مالي ويشريو كاميرا احترافية ويعرضوا واحد الخدمة على الناس خلال الويكند على أنهم يصوروهم في عيد ميلاد أو بورتري أو خلال واحد الحدث مهم. وكاين ناس اللي عندهم مهارات، مثلا مبرمج ممكن يخصص واحد المبلغ مالي يشري بيه واحد الكورس باش يطور من المهارات ديالو، وهادشي غادي يخليه انه سواء يبيع واحد الخدمه في الويكند او حتى يطلب ترقيه في الخدمه ديالو. وكاين ناس اللي ممكن تخصص وقت لمشروع صغير، مثلا انها تصنع مجوهرات صغيره في المنزل ديالها وتعاود فيهم البيع. هادو كاملين اشياء ممكن الانسان يستغلهم باش يزيد يرفع من الدخل ديالو ويعاود يستثمر هذا الدخل الزائد. نتذكروا كاملين ان وارين بافيت واحد من اكبر المستثمرين في العالم ملي كان صغير كان تيشري كوكاكولا وكاوكاو وتيعاود فيهم البيع. العقلية ديال أنك تلقى مصادر دخل جديدة وأنك تنوع من مصادر الدخل ديالك هي عقلية مرسخة بزاف في الدين ديال الأثرياء. تتبدا بمصادر دخل صغيرة قبل ما تتحول لتنويع المشاريع كبيرة. وبالنسبة للجزء الأول كاين مجموعة ديال الأصول اللي ممكن تستثمر فيها، من أسهم لصناديق استثمارية، صناديق عقارية، ذهب وغيرهم.
تنصحوا دائما الناس انها تعمل بحوث مدققه قبل ما تحط فلوسها في اي حاجه، وان هذا لجأ التنويع باش تقلل من المخاطر ديال المحافظ الاستثماريه ديالها ومجموعه ديال الاشياء اخرى. وفاينانس بالمغربي تنقترحوا حصص كوتشين فرديه اللي تتماشى مع الاهداف والاحتياجات والحاله ديال كل واحد. من المهم نخليو دائما في بالنا ان الاستثمار خاصو دائما يكون مدروس ويكون على المدى البعيد. يعني الا كنتي غادي تحتاج لهذا المبلغ من بعد 6 شهور او عام، من الاحسن انك تفادى الاسواق الماليه. على المدى البعيد الأسواق تتكافئ الصبر، الاستمرارية والقرارات العقلانية. مثلا الاستثمار ديال 10,000 دولار في سهم أبل هذه 10 سنين كان غادي يولي هو 100,000 دولار. نفس الاستثمار في شركة مايكروسوفت كان غادي يولي هو 110,000 دولار، وفي شركة ألفابيت كان غادي يولي هو 71,000 دولار. واستثمار ديال 10,000 دولار في سهم انفيديا هذه 10 سنين كان غادي يولي هو 2.69 مليون دولار. دابا المرحلة الخامسة هي تفادى الأخطاء اللي تيوقعوا فيها بزاف ديال الناس. ولكن قبل ما نتعمقوا في هذه الأخطاء وكيفاش نتفاداوها، بغيت نزيد نكلمكم على منصة ماركتس اللي شاركتها في الفيديو السابق. تعلمنا اليوم باللي كاين فرق كبير بين الاستثمار والتداول، ومنصة ماركتس جات باش تعطي أدوات المتداولين على وجه الخصوص ماشي المستثمرين. هذه المنصة تتوفر على عدة أدوات لتداول أصول مختلفة منها الذهب والعملات، وتتساعد المتداولين في هذه المجالات من خلال أدوات متقدمة باش يتعلموا يتستيو الاستراتيجيات ويلقاو السيرابس بوضوح. وفرعها ماركت ساوث أفريكا هو مرخص من طرف الهيئة المالية ال FSCA، الشيء اللي تعني أن أموال الزبناء هي في حسابات مفرقة وبعيدة عن أموال الشركة، وأنها محمية من أنها تنزل تحت الصفر، يعني الخسارة ما يمكنش تفوق رأس المال. بالإضافة الرسوم قليلة، وبونس للزبناء الجداد يقدر يوصل ل$1000 دولار. عرض مرفق بشروط. تذكر أن التداول في هذا النوع من الأصول والأدوات هو مقرون بخطورة عالية جداً. هذه المنصة هي غير ملائمة للاستثمار. إذا كنتي متداول محترف وبغيتي تزيد تعرف أكثر، دخل في اللينك اللي في صندوق الوصف. شكرا للماركتس اللي هي سبونسر ديالنا. الخطأ الأول هو ما تردش البال لتكلفة الاستثمار. أغلبية المنصات والبنوك تيكون عندهم كوميشنز، يعني عمولة، باش يقدروا يصيفطوا طلب البيع والشراء ديال الأسهم للبورصات. هذه العمولة إلا ما رديتيش فيها البال وحسبتيها مزيان باش تقدر تحدد المبلغ الأدنى للشراء، ممكن تخسرك بزاف ديال الفلوس. مثلا إلا بغيتي تشري سهم ب$20 وغادي تخلص عليه عمولة ديال $1، هذا سيعني بأنك غادي تخلص 5% فقط في العمولة، وهاد 5% غادي تاكل لك من الأرباح المستقبلية ديالك. الخطأ الثاني هو أنك تعتبر باللي الاستثمار ممكن يجيب لك ربح سريع بفترة قصيرة ديال الزمن. الخطأ الثالث هو تبقى متردد وتضيع في الفرص. الخطأ الرابع هو تبدا تستثمر في أصول وفي شركات وانت مازال ما دارسهمش وما فاهمهمش مزيان. واكبر خطر هو ما يكونش عندك استراتيجيه ديال اداره المخاطر، وهذا الموضوع غادي نتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقه القادمه. والمرحله الاخيره هو نفهموا شنو هو السر ديال الاستثمار. السر ديال الاستثمار الكبير هو الاستمراريه. مزيان انك تستثمر 10,000 دولار او 100,000 درهم دابا، ولكن الا بقيت تستثمر مع الوقت، هنا ممكن تكبر من راس المال ديالك ومن الفلوس ديالك. اللي عنده 10,000 دولار و100,000 درهم اليوم ممكن انه يكبرها ويوصلها لملايين في المستقبل ان شاء الله، فقط إذا تبع الاستثمار بطريقة عقلانية وكان دارس مزيان القرارات ديالو وما تيستثمرش بعشوائية وما تيخليش المشاعر تتحكم فيه. مثلا بعض المرات تنعيشوا تقلبات في السوق، وهذا الشيء ما خاصوش ياثر على القرارات ديالكم مادام انكم تستثمروا في اصول وشركات قويه. الاستثمار تيخصو يكون مبني على فهم ومعرفه كبيره بزاف، وهذا الشيء علاش بديت فاينانس بالمغربي باش نساهم في نشر الثقافه الماليه وثقافه الاستثمار، باش كل واحد فيكم ياخذ قرارات استثماريه مبنيه على المعرفه. ودائما نذكروا ان الاستثمار تيكون دائما مقرون بمخاطر، غير هو ملي تنتبعوا استراتيجيات قويه تنقدروا نقللوا من هذه المخاطر ونتحكموا فيها. وكل ما كتقوم بالامور بشكل مدروس كل ما كتقلل من هذه المخاطر. واهم حاجه ركز في الاستمراريه. استثمار ديال 10,000 دولار او 100,000 درهم ماشي كافي باش توصل للحريه الماليه، خاصك تكون منضبط في عمليه الاستثمار. في احسن الحالات خاص يكون عندك واحد 15% او 20% من الدخل ديالك تستثمره كل شهر، ومع الوقت هنا فين ممكن تلاحظ الفرق. مثلا هذاك الاستثمار ديال 10,000 دولار هذه 10 سنين في سهم ابل، الا زدتي عليه فقط 250 دولار في الشهر كان غادي يولي 227,000 دولار. واخيرا تذكروا ان الاستثمار ما تيكونش فقط في المال، تيكون حتى في النفس. استثمر في تزكيه نفسك وخصص وقت للصلاه والعباده. استثمر في الصحه ديالك، في العلاقات الجيده.
استثمر في سمعتك وفي مهاراتك في الخدمة، قرا كتب، تعلم من خبراء في مجالات متعددة، حاول تكتشف العالم. دابا عندي ليك سؤال، إلا كانت عندك 10,000 دولار أو 100,000 درهم فين كنتي غادي تستثمرها؟ خلوا لي الأجوبة ديالكم في التعاليق. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك، وإلا كنتي جديد معنا ما تنساش أنك تعمل اشتراك في القناة باش يوصلك كل جديد، وما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقاء ديالكم باش الفائدة تعم الجميع. ما تنساوش أن طريق الاستثمار ماشي سهل، ولكن كل خطوة كتاخدوها كل نهار كتقربكم من الهدف ديالكم. وخلوا دائما في بالكم أن الفلوس كتخدم الناس اللي عندهم رؤية، ماشي الناس اللي كتقلب على الربح السريع. شكرا على المشاهدة، ونتلاقوا إن شاء الله في الحلقة القادمة في رعاية الله.